لكل شخص مفرط في السنن الرواتب. تدري خلال عام واحد فقط الفرق بين من يصلي السنن الرواتب ومن لا يصليها أبد 4320 ركعة، والفرق بين اللي يصلي الوتر ركعة واحدة يوميا ومن لا يصليها 365 ركعة. طبعا الوتر لو تلتزم بعد صلاة العشاء، بعد ما تصلي سنة العشاء تلتزم تصلي ركعة واحدة ما تأخذ من وقتك شيء، وتصير ما فرطت بهذا الفضل العظيم. والفرق بين من يصلي ركعتي الضحى يوميا ومن لا يصليها 730 ركعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأي فضل هذا نفرط فيه؟ فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الأعمال اليسيرة كي تبلغكم بإذن الله درجة عالية كبيرة.